عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفانين منوعة. أحب أرحب بكم في جروب صفحة تفانين منوعة على الفيسبوك. النهارده إن شاء الله هنعمل بونبونيرة دي. أنا طبعا كنت عملتها قبل كده بس ما كنتش اشتغلتها كلها معاكم، اشتغلت جزء وشرحت جزء، فكتير منكم كان طالبها إن أنا أعملها خطوة بخطوة وعملتها لكم النهارده. يا رب الشرح يكون وافي وتعجبكم. دي وزنها 290 جرام، الغامق فيها 165 جرام، والفاتح اللي هو الروز ده 125 جرام. طبعا ده خرز 8 شفاف مدور، والخيط المستخدم فيه خيط مقاس 60. نبدأ الورشة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الورشة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت ان هنكمل مع بعض ورشة انا كنت اشتغلتها قبل كده، بس كنت اشتغلت فيها الجزء ده بس وشرحت لكم الباقي بتعملوه ازاي. فانتوا طلبتوا ان انا اشتغلها معاكم خطوة بخطوة، فانا هبدأ كده معاكم تقريبا من دقيقة في الفيديو اللي فات، من دقيقة 13. طبعا هنزل لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف ونكمل مع بعض. طبعا انا طلعت سطر رباعي على كل خرزة، بس هنا هقول لكم انا عملت ايه كده عشان تعرفوا. لما بتيجي عند الخرزة الروز دي اللي قبل اللبني هنحط فيها واحدة روز وواحدة لبني، والخرزة دي مش هعمل فيها عقدة عشان همرر فيها الخيط تاني. نمرر الخيطين كده في بعض في قلب الخرزة بالشكل ده. الطرف اللي تحت طبعا بنمرره في الخرز الغامق هتحط عليه غامق، الفاتح هنحط عليه فاتح. هنحط 2 غامقين او اللون اللبني، هنعمل العقدة برضو. هنمرر خرزة، كل خرزة عليها غرزة رباعية. برضو هنحط 2 غامقين، برضو هنعمل عقدة. الخرزة اللي جاية دي بقى هي اللي مش هنعمل فيها العقدة. يبقى الخرزة دي هي دي عشان ما تعملش عقدة، ودي ما تعملش عقدة. يبقى أو في الأولى أول خرزة وآخر خرزة من نوع اللون اللبني ده مش هنعمل فيه عقدة. تمام. بعد كده حط 2 من اللون الغامق، نمرر كده الخيط عشان ما نعملش عقدة، عشان همرر فيهم الخيط كده. الشكل ده زي ما انتم شايفينه كده، ده مفتوح كده اهو. انا هقفله، هعمله عمود، فهو 3 خرزات هقفله بالخرزة الرابعة عشان تبقى غرزة رباعية اهو. الطرف اللي تحت اهو، طرفين الخيط اهو، الطرف اللي تحت ده هنحط فيه الخرزة، هنمررها في الخرزة اللي قصاد دي. شايفين كده اهي، الخرزة دي قصادها دي هنمررها، هي دي هنمرر في الخرزة اللي احنا قلنا مش هنحط فيها عقدة. تمام. وبعدين نفس الطرف هنحط فيه خرزة تانية برضه هنمررها في الخرزة اللي طالع منها الخيط، أو الخرزة اللي قصادها من فوق كده. الخرزة دي طالع منها الخيط أهو، هنمررها عشان يطلع طرفين الخيط من خرزة واحدة. وكده أنا قفلت العمود.
ارجع امرر الطرف، طبعا اهو بقى شكله اهو عمود كده من 4 خرزات. الطرف اللي تحت همرره واشتغل على ال4 خرزات دول، او بمعنى اصح ال3 خرزات دول احط كل واحده 2 من اللون الفاتح او اللون الروز ده. اشتغل رباعي كده، عملت ال3 خرزات اشتغلت عليهم 1 2 3 رباعي باللون الفاتح. بعد كده الخرزه اللي هي قبل الازرق دي احط واحده فاتحه وواحده غامقه، لان عايزين الدايره كده تطلع لي كلها او العمود ده باللون الغامق. زي ما قلنا هنا البدايه هنا مش هنحط عقده، انا بكررها تاني عشان مخدش باله من الاول ياخد باله دلوقتي. قلنا ايه؟ مش هنحط طبعا في الخرزه دي عقده. بعد كده الخرزتين التانيين هنحط فيهم عقده عادي، هنشتغل فيهم باللبن كده. اخر غرزه اهي في اللون اللبني هنحط برضو خرزتين غامقين، بس برضو مش هنعمل فيها عقده زي ما اتفقنا. اول خرزه واخر خرزه مش هنعمل عقده بالشكل ده، ونرجع برضو نعمل زي ما عملنا هنا. هنقفل العمود الطرف اللي تحت هنمرر فيه خرزه وهنمررها في الخرزه اللي قصادها كده، بنقفل بغرزه رباعيه اهي. ارجع تاني الطرف اللي هو في ايدي برضو احط فيه خرزه واقفل الغرزه الرباعيه بتاعتي دي، همررها في الخرزه اللي قصادها او الخرزه اللي طالع منها الخيط الطرف التاني، عشان يبقى كده الخيط عندي طالع من الطرفين من نفس الخرزه، وارجع اشتغل بيه تاني. الطرف اللي تحت همرره في الخرز، وقلنا هنشتغل باللون الفاتح برضو غرزه رباعيه، كلها غرزه رباعيه بالشكل ده. همرر كده بقى في اخر خرزه في الدور، اطلع بيها في الخرزه الرئيسيه عشان نطلع للسطر الثاني، وكده هنحط خرزه واحده عشان احنا كده معانا 3 خرزات وانا شغاله بالغرزه الرباعيه. زي ما عملنا السطر اللي فات هنعمل في السطر الجديد برضو. هنا هنبدا ب3 خرزات من اللون الفاتح، كده، وبرضو الخرزه اللي جنبيها اللون الفاتح نحط 2، الخرزه بقى اللي جايه دي هنحط واحده فاتحه وواحده غامقه، مش هنعمل فيها العقده. واحده فاتحه واحده غامقه، مش هنعمل العقده. هنمرر الخيط كده وهنرجع للطرف اللي تحت هنشتغل فيه في الخرزة اللي هو اللون الغامق المربع ده، بس مش هنشتغل على الخرزة اللي جوه، لا هنشتغل على ال3 اللي بره دول. ال3 اللي بره دول هنشتغل عليهم اهو كده. هنمرر في اول واحدة كده، بعدين هنحط 2 غامقين، هنعمل العقدة كده، امرر احط 2 تانيين
العقدة. الخرزة بقى التالتة مش هعمل فيها العقدة، يبقى الأولى والتالتة مش هنعمل فيها عشان بنمرر فيها، بنقفل بيها كده. نحط 2 غامقين نفس ما عملنا السطر اللي فات هنعمل ده بالظبط، ونقفل برضو كده. مرة الطرف اللي تحت همرره في الخرزة دي اللي احنا كنا حاطينها في الدور اللي فات عشان نعمل غرزة رباعية. نقفل غرزة رباعية كده. هنمررها فوق نفس الطرف، هحط فيه خرزة وأمررها هنا زي ما عملنا بالظبط السطر اللي فات، والطرف ده هو اللي همرره في الخرز. واشتغل الثلاث خرزات دول 1 2 3 رباعي برضو باللون الروز. جينا ليه برضو الخرزة اللي جنب اللون اللبني، حط فيها واحدة روز واحدة لبني. طبعا مش هعمل عقدة. الطرف اللي تحت همرره في الخرز كده، واحط 2 غامقين هعمل هنا العقدة كده. همرر الطرف ده هتحطي برضو 2 تانيين غامقين زي ما اتفقنا. العمود هيبقى غامق وانت بتشتغلي على الثلاث خرزات اللي بره. ده كان فيه خيط متبقي معايا، فانا بمرره كده ما بقطعهوش لان ممكن تحتاجيه وانت بتشتغلي. بمرره معايا، بمرره في الخرز كده اهو، بطلعه مع العقده. ممكن كده بشوف مثلا الطرف الاطول بشتغل بيه، هما الاثنين دلوقتي قد بعض، خليني شغاله ايه بالطرف اللي انا كنت شغاله بيه. يعني انت لو عندك مثلا شغاله ومررتي الخيط كده والطرف اللي انت مررتيه اكبر من التاني، اشتغلي بيه مفيش اي مشكله. هنا بقى مش هنمرر، قصدي مش هنعمل عقد. هنحط 2. انا كده بكرر العمود تاني عشان تاخدوا بالكم اهي كده. زي ما قلنا الطرف اللي تحت هنمرره في الخرزة دي اللي احنا كنا قافلين بيها اهي، بعدين نمررها طرف الخرزة الرئيسية دي اللي قصادها دي كده، بعدين نحط خرزة واقفل بيها غرزة رباعية، وامررها تاني نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط. طبعا هو ده اللي هو مررته اللي كان في ايدي ده، هنمرره في الخرزة اللي تحت ونشتغل بقية السطر. كده هي الفكرة كده اهو، ان انتي هتشتغلي زي ما قلنا فاتح غامق، هنا 3 غامقين، هنا مفيش عقدة، هنا مفيش عقدة، وبترجعي تقفلي تاني العمود زي ما قفلتلكوا كده. الشغل كله نعمل الرجل الأول بتاعة البونبونيرة. هنشتغل على
الاربع خرزات دول اللي هم بره دول 1 2 3 4. الثلاثه اللي جوه دول لا، الاربعه اللي بره اللي هم بتوع العمود دول هنشتغل عليهم غرزه رباعيه. هناخد 3 خرزات برضه هيبقى باللون الغامق. يبقى انت هتشتغلي الرجل على الاربع خرزات اللي هم غامقين اللي هم من بره كده غرزه رباعيه. على كل خرزه. آخر خرزة طبعا بتمرري الخيط في الخرزة اللي هي الرأسية على أساس يبقى خلصت خلاص. بتحطي خرزة واحدة طبعا بتعملي الست أرجل بتاعة البونبونيرة بالشكل ده كده. تقفلي الشكل تبقى الرجل بالشكل ده. شايفين عملنا 3 أدوار 1 2 3 اللي هما مقفولين بالشكل ده كده. بعد كده هنشتغل زي ما كنا بنشتغل بس مش هنقفل العواميد دي، هنشتغل 4 أدوار كده. هنحط واحدة من اللون الفاتح واحدة من اللون الغامق برضو. هنا بقى خلاص احنا مش محتاجين ان احنا ما نحطش عقدة لان مش هنقفل، فكده تعملي العقدة عادي. هتشتغلي على ال3 خرزات دول. هنشتغل على ال3 خرزات. الخرزة اللي جوه دي ملناش دعوة بيها خلاص، مش هنشتغل عليها. هنشتغل الرباعي على كل خرزة من السطر، بس الخرزة اللي هي الغامقة اللي جوه دي مش هتشتغلي عليها كده. هنعمل كام سطر؟ هنعمل 4. على كل خرزة هتشتغلي رباعي. طبعا فوق الغامق هنحط غامق والفاتح هنحط فاتح زي ما كنا شغالين، بس ايه مش هنقفل من جوه تاني خلاص. هنسيبها مفتوحة عشان بعد كده ايه تفتح البونبونيرة معانا كده. هنحط برضو 2 منقوط بالشكل ده. وبعد كده بقى نشتغل خلاص. احنا كنا الاول بنقفل من هنا، لا مش هنقفل، هنشتغل عادي برضو كده اهو رباعي. وتحطي بقى هنا 2 فاتحين 2 فاتحين 2 فاتحين فاتح وغامق، هتحطي غامق وهكذا. هنعمل 4 أدوار كده. زي ما انتم شايفين عملنا ال4 فستر 1 2 3 4 اللي هم المفتوحين 1 2 3 4. يبقى في الأول عملت 3 وقفلتهم بخرز رباعية من جوه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده عملت 4 وما قفلتهمش سبتهم مفتوحين عشان يديني وسع. بعد كده السطر اللي جاي هنشتغله كله رباعي باللون الغامق
يعني هتاخدي 3 خرزات، الغرزة الرباعية، السطر كله على كل خرزة تشتغلي غرزة رباعية كده. الطرف اللي تحت بتمرريه في الخرز، وبعدين هنحط خرزتين باللون الغامق، واخر حاجة هنحط خرزة واحدة بس. كده خلصنا السطر الرباعي بقى بالشكل ده كده. السطر الاخير بقى في البونبونيرة هيبقى سداسي وخماسي، سداسي على 2 وخماسي على 1، بس مش بالتبادل. هنشتغل خماسي على 1، ادي العمود اهو، الخرزة اللي هي في نص العمود دي هنشتغل عليها خماسي على 1، وبعدين الاتنين دول سداسي على 2 سداسي على 2 سداسي على 2، يبقى كده 3 1 2 3 3 سداسي على 2، وبعدين خماسي على 1. يبقى كل غرزة اللي هي في العمود اللي في النص دي هتبقى خماسي على 1 والباقي سداسي على 2. كده انا الخيط طالع لي من الخرزة ديت كده اللي جنب العمود اللي هي هشتغل فيها 5 على 1. فانا همرر، مش هتمرري لي بقى في الطرف ده لا، لان دي هتشتغلي فيها 5 على 1، لا همرر الخيط في الطرف في الخرزة التانية من الناحية التانية عشان اشتغل 6 على 2 كده. والسطر ده هيبقى سطر نايم لجوه، فانا كده معايا 4 خرزتين، احط عليهم 4 خرزات عشان يبقوا 6. هنعمل سطر نايم. الخرزة اللي جاية هي هنشتغل على خرزة واحدة بس، اللي هي 5 على 1 اهي الخرزة اللي في نص العمود دي هنشتغل عليها 5 على 1 كده. الخيط طالع لي، طرفين الخيط طالعين لي من خرزتين، فانا هحط 3 عشان تبقى 5 على 1 2 3. وبعدين الطرف اللي تحت هنمرره في خرزتين عشان نشتغل 6 على 2، وهنحط 3 خرزات. بتشوفي دايما طرفين الخيط طالعين لك من كام خرزة، وانت عايزة تعملي كام الحلقة او السطر او الغرزة ايه، فتكملي عليهم. دول 3 خرزات فحط عليهم 3 خرزات. وهنكمل نفس الشكل كده. بقى شكل البونبونيرة بعد ما قفلناها بالشكل ده كده. بعد كده هنعمل الغطا. هناخد 6 خرزات، 2 4 6، وهنعمل العقدة. طبعا بتوسطني الخرز في نص الخيط، وبعدين نعمل العقدة طرف فوق طرف، وتمرريه تاني في نفس الخرز اللي طالع منه بالشكل ده كده. بعد كده هنشتغل على كل خرزة رباعي باللون الغامق برضو. هناخد 3 خرزات، طبعا هيبقى واقف السطر، واقف الرباعي كده. على كل خرزة هنشتغل رباعي. تحطي خرزتين، وبعد كده اخر خرزة هتمرري الخيط في الخرزة الرئيسية دي وتحطي خرزة واحدة بس. كده عملنا السطر الرباعي بالشكل ده.
بعد كده هنعمل سطر خماسي على واحد، على كل خرزة هنشتغل 5 خرزات باللون الفاتح. يعني أنا كده معايا خرزة هحط عليهم 4 وأعمل خماسي على واحد. الطرف اللي تحت هنمرره في الخرز، هنشتغل على كل خرزة كده. طرفين الخيط طالع لي من خرزتين، فأنا أحط عليهم 3 اللون الفاتح. السطر ده كله اللون الفاتح اللي هو لون الروز. تكملي السطر طبعا آخر خرزة تطلعي في الخرزة الرئيسية وتحطي خرزتين بس. كده خلصنا السطر اللي هو 5 على واحد. السطر اللي بعد كده هنشتغل على خرزتين اللي هما تحتيهم خرزة. كل خرزتين تحتيهم خرزة هنشتغل عليهم 6 على 2 باللون الفاتح برضو. أنا كده هاخد 4 خرزات، ادي 4 وأعمل سداسي على 2. بعدين بتمرري الطرف اللي تحت خرزتين برضو، لأن السطر ده كله هنشتغله على خرزتين. كل خرزتين هتعمليه 6. كده طالع الخيط عندك من 3، فهنحط 3 خرزات. واخر حاجة هتمرري في خرزتين تطلعي في الخرزة الرئيسية دي وتحطي خرزتين بس. كده خلصنا السطر اللي هو 6 على 2. السطر اللي بعد كده هنشتغل 7 على 2 برضو على الخرزتين اللي تحتيهم خرزة، وبرضو باللون الفاتح. هناخد 5 خرزات، 5 اهو، وبعد كده هتمرري برضو في الخرزتين اللي دول وتحطي 4، واخر خرزتين هنحط 3 خرزات بس. كده خلصنا السطر اللي هو 7 على 2. السطر اللي بعد كده هنشتغل 5 على 1 و6 على 2. طبعا الخيط طالع لي من الخرزتين دول، كان طالع لي من الخرزة دي. مديت الخيط في الخرزة دي عشان نشتغل على الخرزتين اللي تحتيهم خرزة. هنشتغل 6 على 2 الأول برضو باللون الفاتح، نحط 4 خرزات، 4، وبعدين هنشتغل على خرزة واحدة اللي هي 5 على 1. السطر ده كله هيبقى باللون الفاتح. هنمرر الطرف اللي تحت خرزة هنشتغل عليه 5 على 1. انتي بتشوفي طرفين الخيط طلعلك من كام خرزة وبتحطي العدد اللي انتي عاوزاه. فكده انا هحط برضو 3 خرزات، يبقى انت كده السطر ده هتعملي 6 على 2 و5 على 1 بالتبادل، مرة كده ومرة كده. برضو هتمرري الطرف اللي تحت في الخرزتين دول وتحطي 3 خرزات وهكذا. كده خلصنا السطر اللي هو 5 على 1 و6 على 2. السطر اللي بعد كده هنشتغل برضو على الخرزتين اللي تحتهم خرزة 7 على 2. هنحط 5 خرزات، واحدة فاتحة و3 غامقين، واحدة فاتحة، وبعدين نعمل العقدة. السطر ده كله هيبقى 7 على 2. هتمرري برضو في خرزتين وهنحط 4 خرزات، 3 غامقين واحدة فاتحة، 3 غامقين واحدة فاتحة. السطر كله كده هتحطي 4 خرزات، 3 غامقين واحدة فاتحة، واخر خرزة آخر خرزتين
طبعا تطلعي في الرأسية وهتحطي 3 غامقين بس. كده خلصنا السطر اللي هو 7×2. بعد كده السطر اللي بعد كده هنشتغل 6×2 ورباعي على 1. 6 سداسي على 2 ورباعي بالتبادل، 6×2 ورباعي، 6×2 ورباعي. كده أنا مررت الخيط في الخرزتين اللي تحتيهم خرزة، وهنشتغل 6×2. هاخد 4 خرزات، ادي 4. طبعا السطر كله هيبقى باللون الغامق. بعد كده هتمرري خرزة واحدة بس ونشتغل رباعي، فكده طرفين الخيط طالع من خرزتين، فأنا هحط خرزتين بس عشان عايزة أنا مجموعهم 4. هحط 2 وبعد كده أمرر الطرف اللي تحت الخرزتين اللي هنشتغل عليهم 6×2. كده أحط 3 خرزات، ادي 3. وهكذا نشتغل مرة 6×2 ومرة 6×1، مرة 6×2 ومرة رباعي على 1، 6×2 ورباعي، 6×2 رباعي. كده خلصنا السطر اللي هو 4 رباعي و6×2 اللي هو بالتبادل. آخر سطر بقى في الغطا هنشتغل كله رباعي، وهنشتغل برضو باللون الغامق. فكده هنشتغل طبعا الرباعي على خرزة واحدة، هنحط 3 خرزات، وعلى كل خرزة هتشتغلي رباعي هتحطي بعد كده على كل خرزة خرزتين، وآخر حاجة هنحط خرزة واحدة بس عشان طبعا بتطلعي في الخرزة الرأسية، وهكذا. وبكده نكون خلصنا البونبونيرة. أتمنى يا رب يكون الشرح واضح وتعجبكم. متنسوش اللي مشتركش معانا في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصل كل جديد. مستنية تعليقاتكم وشير ولايك عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.